3 عضل انتيبيوتيك من فاركو للزمالك في كأس العالم للأدوية. الزمالك يتلقى هزيمة قاسية من فاركو للأدوية، والأهلي بيلعب في كأس العالم للأندية. مباراة ولا أسوأ من نادي الزمالك. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللي بيحصل في نادي الزمالك دوت بسبب العصابة اللي بتدير العزبة، بسبب استغنائهم عن لاعب زي إمام عاشور علشان يفضوا مكان لابن أسامة نبيه. العزبة. الخضر امبارح قال مع شبانة عاشور ما كانش عايز يمشي، يبقى عزبة. اللي بيحصل في الزمالك ده عقاب ربنا ليهم على التجاوزات والتزوير اللي بيعملوه. كلنا شفنا الفيديو المشارب لمرتضى منصور في اتحاد الكوره. مرتضى منصور صور العطار وهو عايز يأيد اللعيبه، ولما عرف ان في بيان نزل مش هينفع، مرتضى قال عايزين يولعوا في الباب بدل ما يهدوا الدنيا. قعد التزوير. ان الله لا يفسد عمل الظالمين. قناه الزمالك بعد المباراه بدل ما تقول كنا سيئين ويشوفوا الاخطاء فين ويعالجوها، قاعدين بيقولوا فاركو لعب دفاعي. الحظ فاركو لعب دفاعي ازاي يا فنديه؟ فرقه مشايلاك 3. طارق يحيى بيقول لي جوان حظ. حظ ازاي؟ جون الاول انفراد، التاني شوطه من بره منطقه الجزاء، التالت الراجل واخد 3 لعيبه من الزمالك. في فرقه بتدافع تكسب 3-0. شوفوا انتوا فين والاهلي فين. مشرف مصر، رافع راس مصر. يا جماعه الحقوا الزمالك من العزبه اللي بيديرها العصابه. في عصابه بتدير عزبه في نادي الزمالك. انا اهلاوي وبقول لكم في عصابه بتدير عزبه الزمالك. فيريرا قاعد على الخط، منظر بصراحه عار على الكره المصريه المنظر ده. وعلى فيريرا البروف اللي في يوم من الايام قلته على المدربين تتعلم منه. نتعلم منه ايه؟ نتعلم منه ميبقاش عندنا كرامه. اتعلموا انتوا بقى من البارون كولر اللي في كاس العالم للانديه حاليا. اتعلموا منه ازاي يعمل فرقتين، ازاي يشرف بلد بفرقه عظيمه اسمها النادي الاهلي. اتعلموا انتوا. شرحوا نفسكم باخطائكم. قولوا احنا غلط، قولوا عندنا غلط. الاسد بتاعكم هيدمر نادي الزمالك وان كانش دمره بالفعل. كم تجاوزات رهيب. خضر امبارح بيأكد ان الولد امام عاشور ماشي غصب عنه بموافقه المدير الفني، بيفضي مكان لابنه. بيفضي مكان لابنه. عزبه والله عزبه. مش بدل ما يطلعوا يقولوا الزمالك كان وحش، بيقول لك اهداف حظ، فريق بيدافع 90 دقيقه. بيدافع انتوا رحتوا بحاجه اصلا؟ فريق بيدافع وكسبان 3-0 وبتتريقوا على الاهلي وتقولوا الاهلي بيلعب في كاس العالم للمدارس. طب انتوا عملتوا ايه في كاس العالم للادويه؟ ما تفرجونا حلاوتكم كده. ده الاهلي وهو بره هياخد الدوري منكم وهو بره من غير ما يلعب. يعني انتوا بتتكلموا ايه؟ شرحوا نفسكم باخطائكم. بطلوا غش وتدليس. احترموا نفسكم واحترموا عقولكم واحترموا اهاليكم واحترموا جمهوركم. قولوا كلام العقل يقبله عشان ما يطلعش واحد زي انا يمسح بيكم الارض كده. انا وغيري وكل الاهلاويه. احترموا جمهوركم شويه. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله يكتمل الشياط والاهلي يفوز على ريال مدريد يا رب، عشان نتفرج على كوميديا سودا من مسؤولي نادي الزمالك وليس جماهيره. جماهير الزمالك ضحيه لهذا المرتضى وعصابته اللي البعض بيروج له انه اسد. اسد ايه؟ ده خرب النادي يا جماعه. الحقوا نادي الزمالك، الحقوا النادي من العصابه اللي فيه. ان شاء الله اقابلكم بعد فوز الاهلي على الريال باذن الله وصعود الاهلي للمباراه النهائيه في انجاز غير مسبوق. سلام عليكم.